وانت حطيت $1000 من 15 سنة من يوم ما اتعمل فانجارد، حوشت $1000 سواء في فانجارد في الاي تي اف، او حطيتهم في ذهب، او حطيتهم في بوند، او سبتهم في حساب في البنك يطلع لك انترست، يطلع لك عوائد سنوية، او حتى سبتهم تحت البلاطة، هيكون شكلهم النهاردة ايه بعد 15 سنة؟ لو حطيت $1000 في فانجارد هيبقوا النهاردة تقريبا $8000، 8 أضعاف. ولو حطيتهم في الذهب، حوشتهم من 15 سنة في ذهب لغاية النهاردة، هيبقوا 3 أضعاف، هيبقوا $3000. ولو اشتريت بيهم بوند من أمريكا هيبقوا تقريبا $1800، ضعفين أو ضعف، يعني 1000 بقى 2000. لو حطيتهم في حساب بنكي بيطلع لك انترست ريت هيبقوا تقريبا 1200 $1300. لو سبتهم تحت البلاطة قيمتهم الشرائية هتكون انخفضت ل 600 أو $700 تقريبا، فقط 300. أحسن قرار للتحويش أو التوفير أو السيفنج كان إن أنت تحطهم في ETF زي فانجارد. على مدار 15 سنة بقوا $8000. طبعا هي أحسن فكرة في الدنيا ان انت تعمل دايفرسيفيكيشن ما بين الجولد وما بين الاي تي اف، بس حبيت اشارك معاكم المعلومه دي، معلومه مهمه جدا يعني.